ازيكم عاملين ايه؟ لو انت بتظهر لك زوايد جلديه في رقبتك او تحت الابطين بشكل زياده او بشكل ملحوظ، فانت محتاج تاخد بالك من حاجه مهمه جدا. طبعا الزوايد الجلديه بيبقى لها اسباب تانية، ولكن انا النهارده جاي اتكلم في موضوع واحد مهم جدا عشان كتير من الناس ممكن تكون بتعاني منه من غير ما تاخد بالها. الزوايد الجلديه قد تكون مؤشر لمرض من امراض العصر. الزوايد الجلديه قد تكون مؤشر لمقاومه الانسولين. خلونا نعمل اشتراك للقناه ونكمل الحلقه. ايه هو مقاومة الانسولين؟ مقاومة الانسولين بمنتهى البساطة انت عندك السكر نوعين، نوع اول ونوع تاني، دايابيتس ميليتس تايب 1، دايابيتس ميليتس تايب 2. النوع الاول ده انت عندك اصلا مفيش انسولين بيتفرز من البنكرياس وخلاص، ده امر منتهي وبنعيش على الانسولين الخارجي. النوع التاني انت عندك في انسولين بيتفرز من الجسم، ولكن الانسولين يا اما مش كافي يا اما الجسم بيقاومه، وهنا ما يعرف بمقاومة الانسولين. اغلب اكلك اللي بتاكله بيتحول لسكريات وبيدخل عن طريق الامتصاص جوه دمك. الانسولين وظيفته انه ياخد السكر من الدم يدخله جوه الخليه عشان الخليه تعرف تستخدمه كطاقه وتقوم بوظائفها بشكل كامل. لسبب ما الخليه بتبقى غير قادره على التعرف على الانسولين، وبيحصل حاجه اسمها مقاومه الانسولين، يعني بتبقى مش حاسه بالانسولين، وبالتالي الانسولين مش قادر يدخل السكر من الدم لجوه الخليه، فيفضل السكر بتاعك في الدم يعلى 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 لحد ما يوصل لمستويات او ارقام غير طبيعيه، وبالتالي الخليه مش داخل لها طاقه عشان تعرف تقوم بوظائفها بشكل طبيعي، فهتحس بالتعب والارهاق. ده باختصار مقاومه الانسولين. الخليه بتقاوم الانسولين، لكن الانسولين موجود وبيفرز بشكل طبيعي، لكن الخليه بتقاومه او مش حاسه بيه. وهنا السؤال المهم اللي دايما بسأله، هل انا يا دكتور لو عندي مقاومه الانسولين عاليه يبقى انا كده مريض سكر؟ مش بالضروره يبقى عندك مقاومه انسولين عاليه يبقى انت مريض سكر. ناس كتير عندها مقاومه الانسولين عالي ولكن لسه حتى الان ما بقاش مريض سكر. وخد بالك من كلمه حتى الان دي، تحليل السكر التراكمي بيبقى طبيعي، تحليل السكر الصايم والفاطر بيبقى طبيعي. مبدئيا كده تحليل مقاومه الانسولين انا شرحته بشكل منفصل، وازاي تقدر تحسبه من البيت في فيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت، وقلت الارقام الطبيعيه بتاعته. بس لو عايز تعرف الارقام الطبيعيه وعايز تعرف تحليل السكر او مقاومه الانسولين اسمه ايه، هو اسمه هوما اي ار تيست. والارقام الطبيعيه بتاعته المفروض انك انت بتبقى اقل من الواحد، كده انت طبيعي جدا، من واحد وواحد ونص. برضو بعض التحاليل او بعض المعامل بيعتبروا طبيعي، بس لو زدت عن واحد ونص لحد الاتنين كده انت داخل في سكه مقاومه الانسولين. اعلى من اتنين كده انت مقاومه انسولين مرحله مبكره، وكل ما الرقم بيزيد كل ما تبقى عندك مقاومه الانسولين عاليه، ولازم تاخد بالك. ايه هي اعراض مقاومه الانسولين؟ اعراض مقاومه الانسولين زي ما انا قلت لك من شويه، الزوايد الجلديه اللي بتطلع كتير سواء في الرقبه او تحت الابطين، غير حاجه اسمها الشواك الاسود، وده بيبقى عباره عن اسوداد، او الجلد بيبقى غامق او اسود في الرقبه وتحت الابطين وبين الفخذين برضه. ومن ضمن الاعراض المميزه جدا التعب والارهاق، عشان زي ما قلت لك من شويه ان الانسولين مش بيدخل السكر جوه الخليه، فالخليه مش بتعرف تقوم بوظيفتها، فبتحس بتعب وارهاق وعدم تركيز. لان المخ مثلا كابسط مثال لموضوع الخلايا ان هو مش واصل له سكر او مش واصل له تغذيه بشكل جيد، فبالتالي مش قادر تركز او تفكر بشكل جيد. ده غير باقي العضلات او باقي خلايا الجسم سواء خلايا عضليه او اي خلايا تانية مش بتقوم بوظيفتها بشكل جيد. ارتفاع ضغط الدم شويه، وارتفاع الدهون الثلاثيه، وبعض الناس بيبقى عندها تحليل السكر صايم اعلى من 100، وهنا لازم تبدا تاخد بالك. الشعور بجوع دائم وزياده الوزن، وخصوصا في محيط الخصر، لان الانسولين لما بيلاقي السكر زايد في دمك بيحوله لدهون بتتخزن في جسمك، وخصوصا في منطقه البطن. طيب نيجي لاهم نقطه، ايه هو علاج مقاومه الانسولين؟ بصوا يا جماعه، علاج مقاومة الأنسولين قد يكون دوائي، بس احنا مش عايزين نوصل لمرحلة العلاج الدوائي، عايزين نمنع وصولنا للنقطة دي أصلا من البداية. ناس كتير عندها مقاومة الأنسولين عالية، ولو فضل مقاومة الأنسولين عالية فهو ده مؤشر إنك أنت داخل في سكة السكر. مقاومة الأنسولين ما يعتبرش مرض، ولكنه نقدر نقول عليه عرض. هو مؤشر بيقول هل انت ماشي بطريقه صحيحه في نظامك الغذائي ولا لا. مقاومه الانسولين كل ما بتزيد كل ما احتماليه اصابتك بمرض السكر من النوع الثاني بتزيد معاها، لكن ممكن تمنع المرحله دي او ممكن توقفها عند حدها. ازاي؟ اهم 3 نقط هنشتغل عليهم، انك لازم تنزل وزنك لو وزنك زياده، لان اكثر الناس اللي بتصاب مقاومه الانسولين بيبقى وزنها زياده وطبيعه اكلها غلط. لازم تنظم اكلك من النشويات والسكريات، لان دول بالتحديد هيزودوا الوزن، وزياده الوزن هتؤدي لارتفاع رقم مقاومه الانسولين. واهم نقطه في الثلاثه، لازم تتحرك وتمشي على الاقل كل يوم نص ساعه. وناخد بالنا من نقطه مهمه جدا، ان مقاومه الانسولين
هتؤدي لإصابتك بمرض السكر من النوع التاني، ومرض السكر من النوع التاني هيؤدي بصورة غير مباشرة لإصابتك لا قدر الله بالجلطات والذبحات الصدرية والسكتات الدماغية. فالموضوع يا جماعة مهم جدا ولازم نوعي بيه كل الناس، ويا رب يكون الفيديو مفيد وكلنا استفدنا منه. ما ننساش في الآخر لو الفيديو عجبنا نعمل لايك وشير عشان خاطر غيرنا يستفيد.